أنا أقولها لك بكل وضوح، الدول الخليجية لما تبي تطبع ترى ما تمشي تحت الساس، ترى ما تخفي راسها. هذا الكلام اللي يقوله الأخ علي، هذا الصهاينة يشيعوا كل هذا، صهاينة إشاعات صهيونية يكتبوا علشان يصدق الأخ علي، يجينا بوثيقة والله شوفوا هيك شو بيقولوا الصهاينة. أنا أقول لك نعم حصل تطبيع نسبي مع دولة خليجية. هل تعرف هذا مين وهذا مين؟ وزير خارجية قطر السابق ورئيسة وزراء إسرائيل السابقة سيبي ليفني، صح؟ نفس الشيء تجدهم أيضا في صورة أخرى شفتها لاحظها. إذا كان هذا المقصود بالتطبيع فبالتأكيد احنا طيب هلا أنا بطلع لك 9000 دقيقة أنا بطلع لك 9000 صورة لتركي الفيصل مع تسيبي ليفني ومع الموساد ومع ليش ما اخترت غير هذا يا سيدي؟ ليش؟ تركي الفيصل رئيس الاستخبارات أخطر من حمد بن جاسم. تركي الفيصل ليس له صفة رسمية. بطل له. إذا بدك تقول لي على بطل يعني تركي الفيصل له صفة رسمية. إذا تقول لي على المؤتمرات مفترض ما نحضر كل الأمم المتحدة. طيب. لا جمعية عامة ولا مجلس أمن ولا غيره. هذا الكلام الحقيقة السعودية مين محتاجة لشهادة علي باشا ولا جماعته ولا حزب الله اللي حقيقة مغلول من السعودية. ليش؟ لأن قد لا تكون تزداد شرفا إذا أعطيناها شهادة. السعودية أكرم من حزبك ومن كل الغوغائيين اللي يأتون. فإذا أنت تريد أن تأخذ الحوار إلى مكان آخر. لا أنت اللي اربع بنفسك. هذا العقاب الذي تضعه على رأسك لولا حزب الله. نحن حفظنا على حزب الله. علمنا بدونك وبدون حزب الله. حزب الله احنا اللي علي كنا نحن علي حسن نصر الله. انت مدفوع غير هذا على السعودية علي انتم عايشين فيها بس دقيقة مشرف علي وحزب الله يحكم. هو راح يحدث علي ما يستطيع ان يتصرف. علي اسمعني دكتور محمد بن سلمان ويسواك لا تنتمي له. تفضل يا دكتور وبدون ما نشخصن. السعودية اعطيني دافع لي عن الخليج. السعودية دعمت فلسطين حلو من سنة 1935 وتدعم فلسطين. جميل. السعودية الملك عبد العزيز مع روزفلت 1946 كان من مطالبه أن لا يقوم وطن لليهود، لأن ذلك سيجعل من 35 من سنة 35 و46. حلو زين. السعودية الحقيقة قدمت كل الدعم للشعب الفلسطيني. شوف رئيس الفلسطيني نفسه قبل كم يوم راح مرتين قبل المؤتمر الإسلامي وبعد المؤتمر الإسلامي. ليش ما راح للأخ عنده حزب الله وجماعته بس بدون موضوع. اسمعني تفضل. الخليجيين هم أكثر من قدم الدعم للقضية الفلسطينية. رائع. وهذا كلام ما يحتاج أحد يزايدنا عليه. حلو. الباقية قدمت خطابات وشعارات. بسألك انت بسألك مش يقولوا بقامة وبدهم يحرروا فلسطين. اشبعت سوريا عن فلسطين؟ بسألك سؤال. حزب الله مش قاعد يقتل السوريين في سوريا يعني؟ وليش ما يطلق له كم قذيفة على إسرائيل ويولع يا أخي ورطنا بالحرب؟ خلينا نشوف جهدك وجهدك. خلينا نشوف. بس خليني دكتور هذا الحكي. اسمعني بس لحظة. احنا واقعيين يا فيصل. احضروا شوية. احنا ناس واقعيين. احنا الممكن نعمله واللي ممكن نفعله نقوله. اما الحكي وليس من تحت لتحت. جميل. الخطابات خليك شوي. خليك ماشي. الحقيقة الملك فهد رحمة الله عليه والقبل وبعد الملك عبد الله. الملك لا قبل الملك فهد. نعم. الملك فهد في الثمانينيات طرح موضوع حل القضية الفلسطينية، وجاء ياسر عرفات وجماعة على رؤوس الأشهاد بالجزائر وأقروا هذا الموضوع. شايف الجانب الآخر؟ الحقيقة الملك عبد الله رحمة الله عليه قدم المبادرة العربية الشهيرة. لحظة، منو اللي أقرها؟ الجامعة العربية في وين؟ في بيروت يا أخي. ما تذكره ولا ما تذكره؟
في بيروت. الله يهنيكم حزب الله. في بيروت حزب الله دولة حطه. ترى حزب الله دولة. مش موضوعنا. يلا زين حزب الله تقتلكم. والله ما قتل لحاله. والله ما مش هذا موضوعنا. كمل يا دكتور. كمل. والله ما قتلكم. علي كمل. والله مالك دولة. ما لك دولة. كمل. السعودية الحقيقة يعني في كل هذا الدعم والإجماع العربي للقضية الفلسطينية. لحظة. على ماذا انه اسرائيل تنفذ القرار 242338 بالانسحاب من الاراضي الفلسطينيه والعربيه بما فيها الجولان المحتله في 5 من حزيران 67 الى حدود 4 من حزيران. اذا حصلنا هذا معجب حرام. اسمع، الباقيين ليش محروقين من الخليج؟ لانه ممكن الخليج بعلاقاته يوجد حاله تحريك لعملية السلام، وممكن أنه نصل إلى مرحلة ما يقعد فيها الموضوع عائم، وممكن تقوم دولة فلسطينية. يعني يضع حدا للمتاجرة بفلسطين. لا مش المتاجرة. مش هو أنت رجل عاقل وتفهم. هذا مش متاجرة. لا يضع حل يا أخي. هذه سياسة. دقيقة أنت ما فهمتني. أنا معك يعني. لا دقيقة يا دكتور. يعني الخليج يريد أن يضع حد للمتاجرين بقضية فلسطين من القومجية وكذا. الشعب الخليجيين يريدوا يضعوا حد لمأساة الفلسطينيين ولمأساة العرب اللي ترتبت على قضية فلسطين. لحظة. شايف؟ وبالتالي هذه المسألة انه انت اليوم لما تتكلم عن مبادرات والى اخره، منو اللي يتحرك ضدها؟ يتحرك ضدها اللي ما بدهم حل عايشين على قصة الحروب حتى ما ينزع سلاحهم. وحياتك بكرة أنا بسألك سؤال، عمرك شفت حزب مسلح يقاتل؟ يا أخي حزب هذا تحول إلى حزب سياسي، شو علاقته بالمسألة؟ استغلها إيران نفس الشيء، خذت القضية الفلسطينية وغيرها مبرر إذا إيران طيبة وحنونة وأختنا وصديقتنا وإحنا نتوقعها كذلك. لماذا تحتل جدر الإمارات العربية المتحدة؟ لماذا لا تذهب لمحكمة العدل الدولية وتنهي هذا الموضوع وتقول يا أخوان لا تدخل في شؤونكم، لا أدخل في لبنان ولا أدخل سوريا وذبح السوريين ولا أدخل العراق ولا أجمع تنظيمات وأيضا أروح لليمن وإلى آخره. نحن نعمل من أجل تحرير فلسطين. فلسطين عنده مرمى حجر، هو في سوريا، هو جزئيا يحتل سوريا. طيب عنده مرمى حجر يا أخي، خليه يولعها ويحرر فلسطين، وبعدها راح ننسف كل اللي قلنا هذا، نقول بلا كتر خيره اللي حرر فلسطين. طيب أنا أتمنى، أقول بس يا فيصل، أتمنى كل فلسطين تتحرر، مش بس اللي احتل سنة 67. هل هذا ممكن؟ هذا الحكي القوقائي والصياح والضجيج، نعم بعض اجتهادات محترمة. كيف ترد؟ شوف يا أستاذ، أولا الحقيقة صفقة القرن اللي يتحدث عنها تصفية القضية الفلسطينية وانه هذا كله علشان يمهد الامر محمد بن سلمان علشان يتولى العهد. حلو. هذا شيء مضحك للاسف الشديد. لماذا؟ محمد بن سلمان في ملك بالسعوديه له صلاحيات مطلقه، وهو الذي عين هذا الرجل وليا للعهد، سواء ابنه ولا غيره، عينه، خلصنا انتهينا، وهو الذي يملك حق تنحيته إذا أراد، وبالتالي مش محتاج لا يصفي قضية ولا غيرها، ولن يصفيها. وتأكد أنه هو أخلص من كثيرين من الذين يبيعون الخطابات النارية حتى يبقوا. من قال لك يا أخ فيصل أنه الملك سلمان ما كان على اتصال حتى قبل يتخذ الرئيس الأمريكي قراره ويطالب بعدم قيام بهذا الفعل؟ رائع. طبعا الرئيس الامريكي مو ملك ابونا. أيوة. يعني لكنه حاول وكثير وسيحاول. واقول لك وهو فتح ابواب القدس مقلق حتى. واقول لك هذه القدس اللي صلى فيها الملك فيصل وتمنى انه يعود ويصلي فيها، هذه بعقل السعودي ترى ما تنتهي. حلو. وهي اولى القبلتين وثالث الحرمين، وبالتالي يطلع لي مغرد مني، يطلع لي واحد مني، كلام خزعبلات. قول اللي هو بدي اياه. حلو. شايف؟ لكن من قال لك ان ايضا بعضهم ما يحاسب، انتم بس حاطين براسكم انه احنا. طيب ما شوفوا غيرنا يا اخي. حلو. انتم بالضبط هالخليج هذا مش عاوزينه، الله يسهل عليكم. حلو. روحوا خذوا المعارك الردع السعودي.